زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معاكم سامي حسن. النهارده هنتكلم عن ودية الزمالك امام بروكسي في اطار الاستعدادات النهائية للزمالك لبداية الدوري المصري الممتاز، ونبدأ على طول بتفاصيل الفيديو بتاعنا النهارده. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، باك شمال أحمد عبد الرحيم يشو، باك يمين مصطفى الزناري، اتنين مساكين حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل. في نص الملعب محمد شحاتة 6، سيف جعفر 8، آدم كاد 10. على يمينه جناح يمين عبد الحميد المعالي، على شماله أحمد شريف جناح شمال، قدام رأس حربة وحيد عمرو ناصر. بدأت المباراة يا جماعة. اتقدم بروكسي على الزمالك في الدقيقة 6. تعادل عبد الحميد المعالي للزمالك اللي هو اللاعب المغربي اللي بيلعب جناح يمين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأولاني. بعدها أضاف بروكسي في الشوط الثاني الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 63، وبعدها على طول في الدقيقة 85 أحرز بروكسي الهدف الثالث. طبعا يا جماعة المباراة ديت انتهت لصالح بروكسي 3-1. طبعا مش ده المردود المطلوب من لاعيبة نادي الزمالك. اي نعم احنا عارفين ان الزمالك لعب مباراة امبارح كانت قصاد غزل المحلة وانتهت بفوز الزمالك 2-1، وطبعا يانيك فيريرا في المباراة ديت ريح اللعبة اللي هي لعبت مباراة غزل المحلة ونزل يعني بعناصر تانية جديدة، إلا إن طبعا المردود مش كويس. برضك في يعني بروكسي مع احترامنا لبروكسي وأدائه، إلا إن طبعا الأداء ما يوصلش إن الزمالك يخسر 3-1 حتى لو الزمالك بيلعب اللعيبة اللي هم مش منسجمين، أو يعني هم حتى لو مش منسجمين أو مش أول مرة يلعبوا مع بعض، يعني ما توصلش النتيجة ل3-1 من بروكسي. أنا عارف إن فريق بروكسي فريق كويس وكل حاجة ومنظم، إلا إن برضك الزمالك ده الزمالك. يعني بصراحة ما عجبتنيش الأداء النهاردة، الأداء مخيب للآمال. هارد لك نادي الزمالك، وده على فكرة البروفة الأخيرة. الزمالك مش هيلعب تاني مباريات ودية إلا لما هيلعب بقى في الدوري خلاص. دي كانت آخر بروفة قبل بداية الدوري. هارد لك نادي الزمالك، وبالتوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة.